الهمة العالية. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. الهمة العالية. طالب العلم يأمل أن يكون إماما للمتقين وقدوة للعاملين، لا بد أن يحمل نفسه على العزيمة والهمة العالية. الهمة العالية. لا بد من إدامة النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق، أعلم الخلق بالله، أشجع الناس، أخشاهم وأتقاهم لله، ومع ذلك يربط الحجر على باطنه وينام على حصير يؤثر في جسده. هذا اللي يعرف قدر الدنيا. الهمة العالية. أيضا مما يعين على تقوية الهمة في نفس طالب العلم النظر في سير العلماء والعظماء الصالحين. الإمام أحمد وهو يحفظ 700,000 حديث، يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. الإمام الشافعي يقول الإمام الشافعي: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. الإمام النووي: لو اجتمعت جامعات الدنيا من أجل تأليف مثل المجموع ما استطاعوا. فبهذا العمر القصير شوف النفع الكثير. شيخ الإسلام ابن تيمية: دعونا من عبادة الشيخ وجهاد الشيخ وسجن الشيخ وتضحية الشيخ بمؤلفاته. يكتب فتوى في 230 صفحة يقول: كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها. 230 صفحة، الحموية بين الظهر والعصر، ناس يدرسونها سنين. الهمة العالية. يقول: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى سقطت قواي. الهمة العالية. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. يعني إذا سمع من يطوف بالبيت ويقول: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، نعم، هذه همة، لكنها همة مذمومة. فكيف إذا كان القائل امرأة؟ في أمور الدنيا كل يتمنى على قدر ما يعانيه منها وما يتمناه وما يرغب فيه. قيل لوراق، الراق ينسخ الكتب، تمنى إيش؟ جلود وأوراق وحبر براق وقلم مشاق. هذا اللي هو يبي، هذه ما غاية ما يتمنى، جلود وأوراق وحبر وقلم. قيل لطفيلي: تمنى، فقال: ندامى تسكن صدورهم، يعني يعاملون الناس معاملة رفيقة، ما يطردون من يأتيهم، وتغلي قدورهم ولا تغلق دورهم. هذه أمنية، لكن كيف؟ هل هذه الأمنية مثل أمنية ابن عمر؟ تمنى بعضهم الإبل في الجنة، بعضهم تمنى كتب في الجنة، لأنه يحب الإبل وهذا يحب الكتب. وشخص من أهل الإبل يأخذ من أرواثها ويستنشق ويقول: إن كان في الجنة مثل هذا فنعيم أي نعيم. تمنى بعضهم أن يرزق الله فلانا ليقرضه، هذه همته. فهل مثل هذا يسعى لكسب الرزق؟ تمنى آخر أن يجعل الله الكثيب الفلاني من الرمل، تمنى أن يجعله الله جل وعلا حبا بر لينقله لآل فلان ليأخذ الأجرة.